بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وذلك إشارة إلى متقدم، فذا إشارة لما سبق من الأحداث في امرأة عمران وفي مريم وفي زكريا وفي يحيى وفي عيسى. كل واحد من هؤلاء له قضية عجيبة يخرق فيها ناموس الكون، فهي آيات يعني عجائب. وبعد ذلك نقلت إلينا هذه العجائب من واقع حدث عاصره أناس وعاشوه ورأوا، ثم نقل إلينا في قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في الذكر الحكيم. إذن فاطمئنوا إلى أن ما وصلكم عن طريق الذكر الحكيم وهو القرآن إنما حكى واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبذلك نضمن صدق الآيات التي جاءت في الذكر الحكيم بواقع الآيات التي عاصرها الناس وعاشوها. وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام. وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا، هو أن نعرض وجهة نظر الذين وضعوه في غير الموضع الذي أراده الله، ونظرية الذين يضعونه في الموضع الذي يريده الله. فالمسألة ليست انتصارا منا في الدنيا على فريق يقول كذا، وليست انتصارا للفريق في الدنيا ليقول كذا، لأنها مسألة لها عاقبة تأتي في الآخرة. فمن المهم جدا أن نصفيها تصفية تصحح الحق حتى لا يظلم أحد من المشاهدين نفسه. قضية عيسى عليه السلام جاء على دين اليهودية، أي طرأ على دين اليهودية، ودين اليهودية حرف من اليهود، حرف تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة، ويكاد يقف عقله ويقينه وإيمانه في قضية الغيبيات. فهم ماديون لدرجة أنهم يقولون لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إذا فعظمة الحق أنه غيب، لأنه لو كان مشهودا محسا لحدد وحيد، وما دام حدد وحيد فيخلو مكان في ملكه هو منه هو. إذا فكون الله غيبا هو الجلال والكمال فيه. صوروا الأشياء كلها على أنها حسية، حتى أمور اقتيات حياتهم الطعام أرادها الله لهم غيبا يريحهم في التيه، فأرسل عليهم المن والسلوى، غيب من عند الله، لم يجتهدوا فيه ولم يستوردوه ولم يستنبتوه ولا يعرفون كنهه، إذن فهو غيب. ومع ذلك تمردوا على الغيب مع أنه رزق لهم ينتفعون به، وقالوا: لا، نحن نريد مما تنبت الأرض من بكرها وقثائها. يعني أمر مادي قدامه، ما يدرينا أن المن لا يأتي، ومن يدرينا أن السلوى لا تمر علينا. إذن فلا ثقة لهم في الواحد من الغيب. إذن فكل أمورهم مادية. ما دامت كل أمورهم مادية يبقى هم في حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه لتخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب. نواميس الماديات أسباب ومسببات، فأراد الحق سبحانه وتعالى
أن يخلع منهم ذلك الفكر المادي، فجاء بعيسى عليه السلام على غير طريق الناموس الذي يأتي عليه البشر، فجعله من امرأة دون أب. كان هذا الذي أريد به أن يزلزل قواعد المادية في اليهود من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية، لكن الفتنة جاءت في هذه أكثر من تلك، فقالوا ببنوته للإله. ما الشبهة التي جعلتكم تقولون بهذه البنوة؟ أن وعاء الأمومة موجود والذكورة ممتنعة، وهي مأخوذة من أن الله نفخ في الروح، يبقى الله والأب. نقول لهم لو كان الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا في آدم أولى من أن تفتنوا في عيسى، لأن عيسى فيه أمومة وآدم لا أمومة ولا أمومة، يبقى الفتنة من أكثر في آدم مع التجاوز يعني. وإن كنتم نفخ فيه من روحه، هو كذا قال الله في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا فالصفة برضه موجودة، يبقى ليه انتوا سكتوا عن الحكاية دي من أول آدم إلى هنا؟ يبقى دي انتهت. بعد ذلك نأتي إلى قضية أخرى، هي قضية وفاته. لا، قبل قضية وفاته أو توفيه، هنقول وفاته أو توفيه علشان الرأيين يمشوا ويانا. نقول انتوا فتنتوا ليه؟ قالوا بيحيي الموتى. نقول له أخي ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم حينما قال الله خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، برضه تبقى الفتنة في إبراهيم. ألم يجئ موسى بآية هي العصا، مش أحيا ميت كانت له حياة، لا ده خلق الحياة فيما لم تسبق له حياة، والعصا بقت حية وتسعى ومسعى. إذن فالفتنة لا يصح أن توجد هنا، فتنة ما يصحش أن توجد هنا. يقول لك لا، إن الله أراد وهو غيب، اتفقنا على هو غيب، أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى فيها بشرية، فجاب عيسى. يقول له طيب هنبحث المسألة دي قضية بالعقل كده بدون عصبية وبدون حساسية. هو عمل عيسى عشان يدي صورة للإله؟ يقول له طيب عيسى أنتم تقولون أنه كان طفلا ثم تدرج وبقى كبير، فأي صورة من صور حياته المرحلية كانت تمثل الله؟ إن كانت صورة طفل تنقضها صورة الكهولة، يبقى ربنا على أي صورة منهم؟ ولا على كل الصور دي زي؟ إن كان على كل الصور دي يبقى الله أغيار بيتغير. لو كان مدير كده وعلى حالة واحدة كده وفضل كده كنا نقول لك معلش. ثم بدينا نبحثها بقى بحث ثاني خالص. الله أراد أن يجعل صورته في بشر ليؤنس الناس بالإله. قعد كم سنة في الدنيا؟ 30 سنة. إذا فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية 30 سنة. عمر الكون قد إيه؟ طب اللي قبل كده الملايين السنين اللي مشيت ترك الله خلقه الأولين بدون أن يبدي لهم صورة، ثم ترك خلقه الآخرين بعد الوفاة أو الرفض بدون أن يعطيهم صورة. يبقى ده الرب ظالم. 30 سنة يدي للناس صورة، وبعدين اللي قبل كده ملوش صورة واللي بعد كده ملهمش صورة. طيب انتم بتقولوا انه صلب، معذورون كما قلنا سابقا، لأن الله عذركم. شوف التأريخ العاجز، شوف الرد الحقيقي. يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يا سلام، جعل لهم عذرا في أن يقولوا أنه قتل أو صلب، شبه لهم. كان من المعقول أنهم يلتمسوا من الإسلام حل لهذه المشكلة، شبه لهم. فجاء الإسلام ليقول لا، ده شبه لكم، ما قتلوه وما صلبوه، لأن حتى ده ينقض فكرتكم عن إنه إله أو جزء إله. ليه؟ لأن المصلوب فيه قدرة من الصالب على المصلوب، فكيف ينقلب الإله مقدورا عليه من مخلوق؟ ده احنا لما نقول من صلبش نبقى بنكرمه، نبقى بنكرمه. يبقى الإسلام جاء عشان يصفي العقائد كلها حتى عند الأديان الناس اللي حرفوها. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى
ليعرضها علينا قضية جدلية حدثت في أيامه صلى الله عليه وسلم عشان يصف المسألة، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبلة، أن دي مسألة يعني هتقعد تشغل الناس السوق لنا كله، وفي مودة من العبودية بيننا لمعبود واحد، يعني هنقعد نختلف على الحكاية دي. فلما جاء وفد نجران من النصارى إلى رسول الله إلى المدينة التقوا برسول الله، فكان لهم جدل مع اليهود ولهم جدل مع رسول الله، ولليهود جدل مع رسول الله، ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل انهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء. ده الجدل اللي ايه؟ وده يقول ابراهيم كان يهودي، وده يقول ابراهيم كان ايه؟ نصراني. دي الحاجات اللي بينهم وبين الرسول ايه؟ حد يتكلموا في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية عشان ما نقعدش ايه؟ نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء السيد اسمه المسيح، ولا العاقب صاحب المشورة، والأسقف جايب مع رسول الله. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى؟ قالوا قوله. قال لهم كذبتم، إنه عبد الله، إنه عبد الله. ثم قال لهم قالوا له أيوجد ابن بلا أب؟ فنزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. جاب الفصل والحج أقوى، ده احنا متنازلين، يعني هي المسألة دي بدون أب، إنما ده بدون أب وبدون إيه؟ وبدون. قال لهم تعلمون أني رسول الله وأني نبي هذه الإيه؟ الأمة. فقال ايه؟ قالوا انظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال امنوا، قالوا من امنش، ودخل الايه الجدل بينهم وبين بعض. فلما ما رضوش يامنوا قال اذا انا وانتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي، فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي باي شكل. الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضيه حق مع قضيه باطل يقول زي ما يقول ايه؟ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. شوف الادب، احنا وانتم واحد منا على هدى وواحد على ضلال، ما بنقولش نحن ولا انتم. وانا او اياكم، ليه؟ لان قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا، قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحك وندعو أبنائنا وأبنائكم وأنفسنا وأنفسنا ونسائنا ونساءكم ونبتهل إلى الله الحق. ذكر ولا ذكر؟ ونبتهل إلى الله الحق، فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. في أحسن معدالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يجادلوك ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف إيه وده إيه وده إيه وده إيه، يقول لهم بس فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم اللي هي القضايا اليقينية المدلول عليها، فالمسألة مش هينتهي جدل بقى، المسألة ينتهي واقع يرد الأمر إلى الإله الحق. فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندعو، من اللي يدعو؟ احنا وانتم. طب هل هم يدعوا ابنائنا ولا يدعوا هم ابنائهم؟ لانه لهم ولاية عليهم، واحنا ندعو ابنائهم ولا ندعو ابنائنا؟ فقل تعالوا ندعو ابنائنا، يعني انتم تدعون ابناءكم ونساءكم وانفسكم، واحنا ندعو ابنائنا ونساءنا وانفسنا. ليه؟ أم قال لك لان دي هي القرابة القريبة التي تهم كل انسان ولم يكن رسولا، نفسه واهله. الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم ايه؟ انتم بتقولوا كده واحنا بنقول كده. هاتوا احبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياه وادخلوا معنا في مباهله. ايه مباهله يعني؟ البهلة والبهلة هي اللعنه. يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني. انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده، كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنه ان كان الاله واحد ولا الاله الثاني.
فإن كان الإله الواحد يلعن التانيين، وإن كانوا الآلهة المتعددة يبقى يلعن أصحاب الإله الإيه؟ إلا يقدر بقى يلعن. تبقى البهلة والبهلة هي اللعنة. إلا أنها لما كانت ضراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي خلاف هو القاهرة، صارت المباهلة لمطلق الدعاء، لمطلق إيه؟ ولذلك نبتهل إلى الله، يعني إيه؟ ندعو إلى الله. ثابت هذا الإيه؟ المعنى. فندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم. قالوا لي طيب إيه؟ يعني زرنا بكرة نجيلك. ثم أرسلوا واحد يشوف محمد عمل إيه؟ هو مستعد للحكاية دي صحيح؟ ولا بس بيقول؟ فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وراءهم وعلي. يعني جاب الحكاية، أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم الله ده مستعد، ده يبقى هو واثق بقى. فقالوا له لا نستطيع ولا المبالغة. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا إلا إيه؟ أخرجوا. فإحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه واحنا على ديننا ونتهادم مع بعض ونتفق وياه. فلما جم لقوا ما مستعد، فاهمينها يمكن تكون يعني تهويش. ساعة ما نقول ان اللعنة منك يا اله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هيقبل على المسألة الا اللي عنده يقين منه، والثاني اللي ما عندوش يقين طبعا يبقى. فرجعوا هم عن الايه؟ عن المباهلة، وقالوا له لا نتفق يا بابا علمك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجه، ونبعث لك 2000 حله 1000 رجب و1000 صفر و1000 مش عارف، ونبعث لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم اذا امتنعوا عن الايه؟ عن المباهله. امتناعهم عن المباهله واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهله ده يدلك على ايه؟ على ان هم مش واثقين وده واثق، على ان هم مش واثقين وده ايه؟ وده واثق. اذا فيجب بعد ان قال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا وانفسكم، لان دول احب شيء لمين؟ لحد لدرجه انهم كانوا اذا خرجوا للحرب خدوا نسائهم وياهم ولا لا؟ عشان يدافعوا عنهم، عشان يخجلوا منهم ايه؟ يفروا، وعلشان ما يتركوهمش، لان لما يتركوا يقول لك يمكن لما ينتصروا يذلوا اولادي ونسائي. لا، مع ان قتلنا ننقتل كلنا ما نسيبهمش. يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المساله، افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق جاي لك من ناحيه مين؟ الربوبيه. فلا تكن من الايه؟ من الممترين، اي الشاكين في هذه المساله. فمن حاجك في حاجه يعني ايه؟ جادلك، انت تجيب حجه وهو يجيب ايه؟ ويجيب حجه، ومعنى الحجه الدليل على المطلوب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم من مين؟ من الاله الحق. فقل احسنها انت، فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ان هذا لهو القصص الحق، ان هذا لهو القصص الحق. كلمة قصص بقى بيقول لنا قصة، مش حدوته، مش حكاية. ان خدت كلمة القصة في العرف الادب الحديث ما تقرأونه من قصص الخيال يلعب فيه دورا ايه؟ حتى انه بيخترع ايه؟ حوادث. لا، ده قصص يعني ايه؟ لو انهم فهموا الى اشتقاق كلمة قصة لبحثوا لانفسهم فيما يكتبون من روايات وافلام عن كلمة اخرى للقصة. لان معنى قصة مأخوذة من قص الاثر. قص الاثر يعني يجي يشوف الاثر ده بتاع مين ويتتبعه كده. اذا قصص متتبع ما حدث، لا تزيد فيه. انتوا عمالين تتزيدوا وتجيبوا اسئله وتجيبوا مش عارف ايه والى اخره. ان هذا لهو القصص الايه؟ لهو القصص الايه؟ الحق. وما من اله الا الله. يعني اذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئنوا على ان ما فيش اله ثاني هيجيب قصص اخر.
هو من مين؟ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الغالب على أمره ومع كونه غالب على أمره حكيم في تصرفه. مش كده قوة يعني بالله، لا، غالب وإيه وحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قول الحق فإن تولوا يدل على أن الله علم أجلا ساعة قال هذا أنهم لم يقبلوا المباهلة، ومن العجيب إنهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فإن تولوا. وكان من الممكن أنهم يقولوا لا، إذا انتهت المسألة لا نريد أن نعزل أنفسنا عنهم. ليه؟ لأنهم مؤمنون بإله، مؤمنين بالسماء، مؤمنين بالكتاب. قال لهم برضه تعالوا إيه؟ قلوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة إيه؟ مستوية ما فيهاش نتوءات. ألا نعبد إلا الله. حد يجادل فيه إحنا ما نعبدش إلا الله، يبقى تيجي جدال. طيب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. معنى نشرك به شيء ندخل وياه من لم. ليه؟ أم قال لك لأن برضه كلمة الشرك دي كلمة يعني العقول السليمة ترفضها، لأن الشرك دي هتبقى على إيه؟ الشرك ويا بعض على إيه كده؟ هل الإله الواحد قادر إنه يعمل العمليات دي كلها؟ فإن كان الإله الواحد قادر يبقى الثاني ملوش لازمة. مش كده ولا لا؟ طيب وإن كان هيوزعوا الكون ده يبقى كذا وده يبقى إيه؟ كذا. نقول له أيضا إذا أخذ إله شيئا من الكون واخذ اله ثاني شيء من الكون يبقى الاله الاول ناقص في العمليه الثانيه والاله الثاني ناقص في العمليه. عنده عجز فيه، ده عجز عادي فيه. واذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. مش كده ولا لا؟ اذا فمساله الشركاء دي مساله مش ايه؟ مش مقبوله. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا ايه؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ارباب من دون الله يعني ايه؟ يعني يقولوا يحللوا لنا ويحرموا لنا. التحليل والتحريم يكون من مين؟ من الله. ما فيش واحد يجي يحلل وواحد يجي ايه؟ ويحرم. اربابا من دون الله. برضه فان تولوا برضه دليل على ان الله اخبرنا بانهم مش هيقبلوا دي. طب اللي ما يقبلش انه يعبد اله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش ارباب ولا محلله الا الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يرضاش يجي ليه؟ يبقى هو عايز ارباب وعايز ايه؟ شركاء. يبقى ده ينفع في قضيه الايمان؟ ده قضيه الايمان لذتها في ان مصدر الامر في الحركه الواحد. مفيش تضارب. حركاتنا كلها صادرة أن افعل ولا تفعل من إله واحد، مش واحد قال افعل وواحد قال لا تفعل. لأن إذا كان كده تبقى أهواء ولا مش أهواء؟ وقال لنا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الإيه؟ السماوات والأرض. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية. مفيش تاني تقول إيه هي الكلمة السواء دي؟ ألا نعبد إلا الله. ومعنى نعبد إلا الله يعني لا نأخذ افعل ولا تفعل من غير مين؟ من غير الله. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بأننا مسلمون يعني ايه؟ يعني ان احنا ما فيش الا اله واحد ولا فيش شركاء وبعضنا لا يتخذ بعضا اربابا. تلك شهادة لان الاسلام هو الذي جاء بالامر المستوي، الامر المستوي الذي لا نتوء فيه. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم؟ وهم بيقولوا ابراهيم كان يهودي ودول يقولوا ابراهيم كان نصراني. طب ايه كلمه يهودي لها مدلول؟ هم القوم الذين ينسبون انفسهم الى موسى والنصارى بينسبوا نفسهم لمين؟ لعيسى. ان كنتوا عايزين يبقى يهودي زي ما انتوا يهود كده يقول لا، ده اليهوديه جت بعده. اليهوديه جت ايه؟ والنصرانيه جت بعده. لما تحاجون في ابراهيم؟ وما انزلت التوراة والانجيل الا ايه؟ من بعده. افلا تعقلون؟ ده اللي جه من الاول قبل ما تيجي التوراة والانجيل تقول اللي جه من قبلهم يبقى كان تابع للتوراة والانجيل؟ ما انزلتش الا بعده. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. في التوراة مثلا اللي قدامكم
طب مالكم بقى ومال ما ليس لكم به علم؟ ولا عايزين تاخدوا الجدل ده على انه باب مفتوح وتجادلوا في كل شيء؟ ها انتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لان اليهوديه والنصرانيه جت ايه؟ ولكن كان حنيفا مسلما. احنا قلنا ان كلمه حنيف دي بناخدها على ان الدين الصادق المبلغ عن الله، حنيفيه سمحاء، مش كده؟ لكن في الاصل برضه كما قلنا سابقا ان كل شيء ياتي في المعاني اصله من المحسات، اصله من المحسات، بدليل انه حتى لما يجي له منهج الله يقول ايه؟ من الظلمات الى النور، بيسميها ايه؟ الظلمات، ويسميها ايه؟ يعني امر ايه؟ محس اهو. برضه كلمه ايه؟ حنيف، الحنف ميل في الرجلين من اسفل، في الساقين، اعوجاج فيهم كده، يبقى الحنف اصله اعوجاج في ايه؟ في الساقين. ثم نقل الى كل امر معوج غير مستوي. يقول له طيب هو ابراهيم كان في العوج ولا كان في الاستقامه؟ طب ازاي حنيفي بقى؟ طب ده الحنف ده عوج وابراهيم كان على الاستقامه واحنا في الكلمه المستويه المستقيمه، ايه الحكايه دي؟ قام قال لك لا، لان ابراهيم انما جاء على وثنيه طاغيه، فالعالم معوج فهو منحرف عن المعوج. شوف، فهو منحرف عن المعوج، يبقى ما دام منحرف عن المعوج يبقى ايه؟ يبقى مستقيم. ليه؟ لان الرسل كما قلنا لا ياتون الا على فساد عقدي وتشريعي طاغي. ما يجيش الرسول من الاول كده. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ساعتها ينزل منهجه يجعل في كل نفس خليه ايمانيه. امنت خليه ايمانيه. الخليه الايمانيه دي تستيقظ مره فتلتزم وتغفو مره فتنحرف. فاللي ناحيه الاستيقاظ فيها بعد ما ينحرف تروح منبهات يقوم يبتدي يلوم نفسه، يبقى توجد فيه نفس ايه؟ لوامه. واللي انا عملت كده، ويبتدي يحاول يروح لمين؟ للعدل. طيب اذا ما كانتش فيه النفس لوامه بقت اماره بالسوء وتروح دائما الى الانحراف، ونقول لك في النفس الواحده تيجي فيه نفوس ثانيه تقوم تعدله، تبقى من البيئه والمجتمع. من البيئه يبقى مرة تكون الخلية التي تعدله في ذاته نفس ايه؟ لوامة. ومرة ما تكونش النفس اللوامة الأمارة بالسوء. نقول له المجتمع اللي حواليه ما يخلوش ان يكون في خلية خير تعدله. مين يعدلها بقى؟ نقول لازم ربنا يجيب ايه؟ رسول جديد بقى. نقول المسألة ما فيش فيها ايه؟ لا رادع من ذاتية النفس بخلاياها الإيمانية ولا رادع من المجتمع اللي موجود. يبقى طمت المسألة وعمت، يبقى لازم ايه؟ يجي رسول. الله سبحانه وتعالى ضمن لأمة محمد انه ما يجيب لهاش نبي، يبقى معناها انه ضمن ان ضرورة هيفضل فيها الخير. يفضل فيها الخير في الذات، النفس تبقى أمارة يعني لوامة على الأقل، وإن كانت في أمارة هيبقى فيه ناس كتير مطمئنين. يبقى إذا مش ممكن هيخلو في أمة محمد عصر من العصور من وجود عنصر يلوي. الأمم الثانية كانت تتم الإيه؟ لما تتم المسألة بالفساد يبقى لازم تتدخل السماء ولا لا؟ حين تتدخل السماء قالوا تدخلت على عوج فإبراهيم جاء حنيفا يعني إيه؟ ما الحنيف يعني مائل. مائل عن إيه؟ مائل عن المائل. يبقى ما دام مائل عن المائل يبقى مستقيم. يبقى الحنيفية السمحاء هي ايه اذا؟ هي ايه؟ الاستقامة. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. تيجي تقول له الله هي كل اليهودية والنصرانية باطل، ما فيها قضايا. يقول لك ان كانت الحقيقية اللي جاية يبقى ابراهيم، لان الانبياء اديانهم ما بتختلفش، ده تختلف بعض الشرائع اللي هي مناسبة للعقل. انما لو كان قبل التحريف وقبل اللخبطة اللي حصل، انما هو مش يهودي ونصراني باعتبار الوضع اللي انتوا فيه. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا يعني ايه؟ مائلا عن طريق الفساد.
يجي واحد يقول لك طب ليه ما قالش كده مستقيم وما جابش كلمه حنيف دي اللي فيها العوج والبتاع؟ يقول لك يمكن لما يقول لك دي مستقيم يبقى زي اللي كانوا موجودين، يبقى زي اللي كانوا ايه؟ اللي كانوا موجودين. لا ده هم معاهم. نعم. ولكن كان حنيفا ايه؟ مسلما. يعني ايه مسلم؟ مسلم احنا قلنا ان كلمه مسلم دي تقتضي مسلما اليه. انت مسلم لمين؟ اسلمت زمامك لمين؟ يبقى ايه؟ مسلم اليه هو الله، ومسلم اللي هو وحده، ومسلم فيه وهو الايمان بالمنهج. والى لقاء اخر ان شاء الله.